معظم الناس وهم بيتعلموا سواقه بيكون عندهم مشكله في اليوتيرن او الدوران للخلف، وبيكون عندهم اسئله كتير زي امتى الف وايه السرعه المناسبه لليوتيرن، وبيكون عندهم تخوف شديد من العربيات المقابله. ولو مانيوال بقى بيكون السؤال الاهم والاصعب، وانا بلف اليوتيرن ادخل على انهي غيار. في فيديو النهارده هجاوبك على كل الاسئله دي، وهعلمك ازاي تلف اليوتيرن باسهل وامن طريقه، وكمان هعرفك ايه اكتر الغلطات الشائعه اللي بيغلطها المتدربين عشان تحاول تتجنبها. اول حاجه في اليوتيرن هي ان لازم ادخل في المسار اللي فيه اليوتيرن او الحاره اللي فيها اليوتيرن، ودي بتكون الحاره الشمال، وده لازم اعمله من بدري. يعني ما ينفعش امسك الحاره اليمين واجي لما اقرب على اليوتيرن ابدا الف، او امسك الحاره الشمال متاخر. لازم امسك الحاره الشمال من قبلها بفتره كافيه. وبعد ما مسكنا الحاره الشمال بنبدا نشغل اشاره برده من قبلها عشان نعرف اللي ورانا ان احنا هنهدي وهنلف. وبعد كده تدي لمحه على مرايه النص والمرايه الشمال عشان تامن ظهرك. وبعد كده اهم حاجه ان انا اقلل سرعتي تماما لحد ما اوصل عند نهايه الرصيف. لازم تكون سرعتي وصلت لسرعه الزحف بالشكل ده. وهبدا اول ما الرصيف يجي عند كتفي هلف كل الدركسيون، انا داخل بسرعه عاليه جدا بالشكل ده، وهبدا اقف في الحته دي. طيب انا هديت سرعتي لسببين. السبب الاول ان انا الحق ابص على الطريق المقابل واقدر اخد القرار، فلو في عربيات جايه هقدر اقف بشكل هادي وامن من غير ما افاجئ العربيات اللي ورايا. والسبب الثاني والمهم جدا برضو ان انا لو دخلت الملف على سرعه، انا هنا العربيه بتلف بزاويه 360 درجه، فلو دخلت بسرعه العربيه هتفقد توازنها ومش هعرف اسيطر عليها، وممكن لا قدر الله اخبط في الرصيف او اخبط في اي حاجه. طبعا لو انا داخل من البدايه ما كانش في اي عربيات جايه فبدخل على طول ومش لازم اقف الوقفه اللي انا وقفتها دي. بس لو في عربيات جايه لازم اقف بالشكل اللي انا واقفه ده. انا دلوقتي الرصيف مع نص العربيه تقريبا، انا كده ما عطلتش الطريق اللي ورايا، وفي نفس الوقت ما قطعتش الطريق على العربيات المقابله لان هي برضو ليها اولويه. طيب نفترض ان انا وقفت بالشكل ده، في عربيه جايه هسيبها تعدي وهبدا ادخل بعدها على طول. اهم حاجه هنا الحاره اللي انا ادخلها لازم اعدل فيها. يعني انا دخلت في الحاره اليمين فعدلت في الحاره اليمين بالشكل ده. طيب ده ليه؟ لان انا لو دخلت في الحاره اليمين بالشكل ده وبعد كده رحت شمال، طبعا في عربيات بتكون جايه ورايا، فانا كده بربك العربيه اللي ورايا واحتمال كبير ان هي تخبطني. يبقى القاعده في اليوتيرن الحاره اللي ادخل فيها لازم اكمل فيها وما انحرفش بالعربيه اول ما ادخل الطريق. طبعا اليوتيرن لو انا سايق اوتوماتيك في الموضوع الى حد ما بيكون بسيط، لكن الصعوبه شويه بتكون لو انا سايق مانيوال، اني ببقى محتار ادخل على الغيار الثاني ولا على الاول ولا على انهي غيار. احنا هنا عندنا غيارين مش هنخرج عنهم، الثاني او الاول. بس امتى التاني وامتى الاول؟ انا دلوقتي هديت لليوتيرن فهدوس دبرياج وفرامل، انا على التالت مش هينفع ادخل على التالت لان العربيه هتبقى سريعه جدا، فهبدا اهدي السرعه. انا دلوقتي وانا داخل لقيت ان مفيش عربيات جايه فجبت التاني ودخلت على طول. ليه؟ لان العربيه ما وقفتش، ففي الحاله دي انا مش محتاج ان ارجع للاول، بس بشرط ان انا اكون بصيت كويس ولقيت ان مفيش عربيات جايه فدخلت من غير ما اقف. في الحاله دي مش محتاج ان انا ارجع للاول. لكن وانا بلف لو كنت لقيت ان في عربيات جايه قريبه، في الحاله دي كان لازم اقف، فبالتالي هرجع للاول. تعال نشوف مثال تاني للحاله اللي احنا المفروض فيها نرجع للاول. انا داخل على ملف تاني اهو، هبدا اهدي السرعه بالفرامل وبعد كده هدوس دبرياج للاخر، وهبدا ان انا ادخل على الملف. الرصيف جه عند كتفي، هلف كل الدركسيون، وفلنفترض ان انا في عربيه دلوقتي جايه فوقفت استنيتها. زائد ان الارض دلوقتي انا بالنسبه لي الارض فيها سنه ميل فوق، يعني مطلع بسيط اهو. نفترض ان انا العربيه دي مستنيها، فطبعا لازم في الحاله دي ارجع للاول عشان العربيه لو طلعت على التاني هتبطل مني. وهبدا ان انا ادي لمحه كمان وادخل، وزي ما اتفقنا هعدل في نفس الحاره اللي العربيه دخلت فيها. في موتوسيكل جاي ورايا دلوقتي، لو انا كنت رحت شمال بالعربيه كان بنسبه كبيره هيخبطني، لان هو داخل بسرعته شافني دخلت في الحاره دي فهو بيفضل مكمل في الحاره الشمال وملوش دعوه بيا. فكل المطلوب مني ان انا اثبت في نفس الحاره اللي انا دخلتها. يبقى لو انا دخلت اليوتيرن من غير ما اقف، اليوتيرن واسع كاشف الطريق، في الحاله دي مش محتاج ان انا ارجع للاول لان انا هدخل من غير ما اقف. لكن لو اليوتيرن او الملف صغير شويه او في عربيات جايه او الملف وانا داخل فيه مطلع، ففي الحاله دي ارجع للاول عشان العربيه ما تفقدش العزم بتاعها وما تبطلش مني.
طيب تعال نشوف بقى اكتر الاخطاء الشائعه اللي بيعملها المبتدئين او المتدربين الجدد عشان نحاول نتجنبها ونتفاداها. اول غلطه اني الف الدركسيون قبل ما نهايه الرصيف تيجي عند كتفي، وفي الحاله دي لو انا عملت كده فهعرض العربيه ان انا اخبط في الرصيف، فلازم استنى نهايه الرصيف تيجي عند كتفي عشان وانا بلف العربيه ما اخبطش في الرصيف لا قدر الله، لان في الحاله دي الجزء الامامي من العربيه بيدخل ويلف لكن الجزء الخلفي هو اللي هيخبط منك في الرصيف. نيجي بقى للغلطة التانية، وهي ان المتدرب لما بيشوف عربية زي كده بدل ما يهدي بيروح مكمل وما يلفش الدركسيون ويفضل داخل بالشكل ده. طبعا ده غلط، هي القصة كلها ان انا المفروض كنت هديت سرعتي من بدري ووقفت بالشكل اللي احنا اتفقنا عليه. كده كمان بعرض نفسي، يعني انا كده مش هتجيبني من اول مرة فهضطر ان ارجع تاني. طبعا كده هضطر ان ارجع تاني بالشكل ده، وده طبعا خطر لان انا كده بدخل بالعربيه في عرض الطريق وبرجع تاني، وده طبعا هيعمل لي مشكله كبيره. والغلطه الثالثه انك لما بتدخل اليوتيرن وبتلف بالشكل ده، المفروض ان العربيه دخلت كده في الحاره اليمين، فالمفروض الناس بت فيها، فالمتدرب يجي يروح داخل بالشكل ده، العربيه انحرفت منه، فده طبعا مشكله كبيره، لان انا في الوقت ده لو كان في عربيه جايه ورايا في الحاره الشمال دي فبشكل كبير جدا كانت هتخبطني، وده لان العربيه اللي ورايا زي ما قلنا بتكون شايفاني من بعيد، دخلت في الحاره اليمين فهو بيكمل بنفس سرعته في الحاره الشمال وملوش دعوه بيا، فما ينفعش في الوقت ده ان العربيه تنحرف مني وارمي عليه. طيب الكلام النظري او اليوتيرن الفاضي سهل وكلنا بنعرف نعمله، تعالوا نشوف بقى امثله عمليه ليوتيرن بس في مناطق يكون فيها كثافه عربيات عاليه شويه، عشان نشوف هنتعامل معاها ازاي بدون خوف ومن غير ما نعطل حركه المرور. طبعا زي ما شرحنا لازم نكون ماسكين الحاره الشمال ومشغلين اشاره، وبندي لمحه على مرايه الصالون والمرايه الشمال عشان نامن ظهرنا زي ما قلنا، وبنبدا نهدي عشان نلف اليوتيرن. انا دلوقتي داخل وفي عربيات جايه فببدا اهدي سرعتي من قبلها لان لمحت عربيات جايه، وببدا احول الدركسيون للاخر. بعد ما العربيه بتعدي ببدا ادخل على طول، واهم حاجه زي ما اتفقنا ان انا اعدل في نفس الحاره اللي انا دخلت فيها. طيب هنيجي نشوف ملف زي ده، انا شايف ان الدنيا فاضيه خالص ومش محتاج ان انا اقف، فدخلت على طول من غير ما اقف خالص، ودخلت على الغيار التاني، ما جبتش الاول لان العربيه ما وقفتش، وبرضو عدلت في نفس الحاره اللي انا دخلت فيها. وعايز اقول لك ان انت لو بتلف يوتيرن على طريق رئيسي او طريق سريع ما تقلقش، كده كده اليوتيرن بيدخلك على الحاره الشمال اللي جنب الرصيف، وبيكون فيه في الغالب رصيف الناحيه الثانيه بيبعد العربيات عن الحاره الشمال بتاعه الملف، فانت في الحاله دي بتدخل على طول من غير ما تقف، وكده كده بتدخل في الحاره الشمال وبتبعد عن العربيات اللي جايه في الطريق. هنشوف ملف تاني والملف ده زحمه شويه، هنشوف هنتعامل معاه ازاي. بدات اشغل اشاره شمال وقللت سرعتي، كده كده في مطب، والملف هنا جاي كمان في تقاطع، فلازم اقلل السرعه خالص وادخل بسرعه الزحف دي. العربيه قريبه على الوقوف، انا لفيت ودخلت مفيش حد جاي معايا، فببدا ان انا ادخل بالشكل ده اهو، وهعدل على طول من اقرب نقطه. انا المفروض ان انا كنت دخلت يمين شويه، بس زي ما شفتوا كان في عربيه واقفه في الحاره اليمين فعديت من جنبها، ما كسرتش برضه شمال قوي لان وارد يكون معدي من جنب موتوسيكل او توك توك او تروسيكل، فبرضه احاول ان انا ادخل على قد ما اقدر في الحاره اللي العربيه، او اعدل في الحاره اللي العربيه دخلت فيها. هنا برضه ده مثال على ملف فاضي او يوتيرن فاضي، انا مش شايف في عربيات جايه خالص، فابدا ادخل على طول من غير ما اقف على نفس الغيار التاني اللي انا كنت عليه. تعالوا نشوف برضو شكل مختلف تاني من اشكال اليوتيرن، وبيكون برضو زحمه اكتر شويه، ونشوف هنتعامل معاه ازاي. تعالوا كده نلاحظ الملف اللي جاي ده ونبص على عرض الرصيف. هنا الرصيف عرضه كبير جدا، فهنا مش هنتعامل معاه زي اليوتيرن العادي. احنا هنبدا اول ما الرصيف يجي عند كتفنا هندخل، بس كاني داخل شارع شمال، يعني مش هلف الدركسيون للاخر، هبص قدامي وهلف على قد ما العربيه تدخل، بس انا مش هبص على الدركسيون نهائي. تمام. وهبدا برضو لما الرصيف هنا بس المرايه تعدي الرصيف وهبدا احود. طيب ليه ما استنيتش لما الرصيف جه عند كتفي؟ لان المسافه اللي بيني وبين الرصيف اصلا كبيره جدا، زائد ان انا مش هحود الدركسيون للاخر، فمش لازم استنى اما الرصيف يجي عند كتفي. انا بس استنيت المرايه تعدي الرصيف وبدات احود الدركسيون وعيني على الطريق. طيب تعالى نشوف برضو ملف تاني بنفس الشكل.
طبعا انا بالنسبه لي العربيه دي نقطه عاميه، فهدي السرعه عشان لو حد خارج. وقفت طبعا لان ايه، العربيه دي كانت قريبه جدا مني لحد ما بدأ يبعد، وبدأت ادخل معاه. طيب هنا برضو انا عندي نقطه عاميه، العربيه دي واقفه حاجب الرؤيه، فلازم ادخل وانا مقلل السرعه جامد. هستنى العربيه المرسيدس وهبدا ادخل من بعدها على طول. هنا بقى هدخل في الحاره الشمال برضو. ليه؟ لان دي اقرب حاره ليا، والعربيه هتخش بسهوله في الحاره الشمال عكس الملفات اللي شفناها قبل كده. يبقى هي اهم حاجه ان الرصيف يجي عند كتفي او المرايه تعدي الرصيف، واحود على طول وادخل لاقرب حاره ليا. لو ما جابتنيش في الحاره الشمال ادخل في الحاره اليمين زي ما شفنا قبل كده. الموضوع ما فيهوش اي مشكله، اهم حاجه الحاره اللي انا دخلتها اعدل فيها، هو ده السر كله. اهو انا هلف تاني، ابدا اهدي السرعه، ابص ناحيه اليمين مفيش حد جاي، الحاره دي قريبه ليا فهدخلها على طول. هنا بقى في الملف ده لو كنت دخلت في الحاره اليمين هيبقى في خطوره، لان انا بدل ما بدخل بقطع حاره انا بعدي حاره كمان، فبالتالي بعرض نفسي ان العربيه اللي ورايا ممكن تخبطني، او لو مش هتخبطني انا كده بعطل حركه المرور. فدايما ادخل لاقرب حاره ليا. وفي النهايه عايز اقول لك ما تتسرعش وانت بتلف، الهدوء هو سر الامان في اليوتيرن. ولو عندكم اي مشكله عموما في السواقه اكتبوها لي وانا ان شاء الله هعمل عنها فيديو مخصوص. وفي النهايه لو استفدت من الفيديو يا ريت ما تبخلش عليا بلايك وكومنت وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وشكرا ليكم على المتابعه.